لما تكون لسه بادئ برمجة جديد، لسه بتتعلم برمجة ومهتم بالبرمجة بشكل عام، عاجلا أم آجلا هيجي في بالك السؤال ده، أو هتحتاج تجاوب السؤال ده عشان مهنتك طبعا هتخصص فيه. وهو سؤال ممكن يكون بدري لو أنت لسه بادئ تتعلم، وممكن يكون في الوقت المناسب لو أنت اوريدي اتعلمت مبادئ البرمجة ومحتاج على الأقل تختار هتبدأ منين عشان تسوق لنفسك، أو علشان تشوف وظيفة تشتغل فيها، أو علشان تتخصص أكتر في البرمجة. طيب إيه هي تخصصات البرمجة؟ لو كنت سألتني السؤال ده من 10-15 سنة مثلا، كان هيبقى تخصصات البرمجة ليميتد جدا، كم تخصص موجود في السوق 2 أو 3 بالكتير قوي. ولكن مؤخرا مع انتشار البرمجة في كل مجالات حياتنا، ومع التكنولوجيز الكتير والأدوات الكتير، تخصصات البرمجة بقت كتيرة. وكتيرة هنا أنا مش ببالغ، فعلا بقت كتيرة لدرجة إن أنت ما تقدرش تحصرها كلها في فيديو واحد. بس أنا هتكلم هنا عن أهم التخصصات اللي أنت في البداية هتبقى عارفها أو شايفها قدامك، أو على الأقل بتشوفها على لينكد إن أو بتشوف الوظائف بتاعتها. أنا هغطي 4 تخصصات، وهتكلم على إن ممكن يبقى في تخصص بيدمج أكتر منهم، وإزاي تختار تخصصك ما بينهم لو أنت ما اخترتش اوريدي حاجة منهم أو حاجة غيرهم. إيه هم التخصصات دي؟ يا فرونت إند، يا باك إند، يا كلاود انجينير ديف أوبس، أو ديتا. طيب هو التخصصات دي تاني مش لازم تكون منفصلة عن بعض، في حد ممكن يشتغل في أكتر حاجة منهم، وفي حد ممكن يختار حاجة واحدة بس منهم. المهم أما ابتدي اختار بناء على إيه؟ ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع كل التكنولوجيز اللي أنا بتكلم عليها وكل الفيديوهات أول بأول. نرجع لموضوع الفيديو. أول حاجة، اختيار بناء على شخصيتك. لو أنت بتحب الشكل والتصميم والألوان، وإنك أنت تطلع منتج غني من الناحية البصرية، أو تطلع منتج ملفت، يبقى أنت اتجاهك الفرونت إند. الفرونت إند هو اللي هيملى الحتة دي في شخصيتك، وهو اللي هيديك الفرصة إنك أنت تبني أبليكيشنز أو ويب سايتس. من الآخر المنتج بتاعك هيبان قدام العين على طول. لكن لو أنت مش مدرك إنك أنت هتخش في تفاصيل كتير وهتضيع وقت كتير في تظبيط اليو اي او تظبيط الالوان او تظبيط الشكل، وان الحاجات دي ممكن تاخد منك وقت كتير جدا وتقعد تضيع فيها وقت كتير، لو دي مش شخصيتك يبقى تبعد عن الفرونت اند. طيب لو انت بتحب المنطق وعندك فرصة او عندك ميل لانك انت تخش في تعقيدات الانظمة وتعرف هي بتشتغل ازاي، وتبتدي تشارك في صناعة انظمة معقدة او حتى بسيطة، ولكن بتبقى فاهم كل حاجة شغالة في الباك جراوند عاملة ازاي، انت مهتم تعمل ده وده مناسب لشخصيتك، نرجع تاني نقول ده لو الاختيار ينم او ينتج عن اختيارك الشخصي، يبقى هنا انت تقدر تشتغل في الباك اند. الباك اند هو كل حاجة في السيستم ما بتشوفهاش بعينك، مش مرتبطة بالفرونت اند، مش مرتبطة باليو اي، ولكن هي تفاصيل كتير مرتبطة بازاي السيستم ده بيشتغل، وازاي كل مكون من مكونات السيستم بيتعامل مع بعضه. كل ما زاد تعقيد السيستم كل ما كان الباك اند بتاع السيستم ده لاير كبيرة جدا اكتر تعقيدا من الفرونت اند. الفرونت اند زي ما قلنا بيحل مشاكل كلها مرتبطة بالشكل وباليو اي اللي بيشوفه اليوزر، وازاي يوصل المسج او الانتر اكشن بتاع اليوزر من الفرونت اند للباك اند. ده الفرونت اند انجينير. لكن الباك اند انجينير بيكون هو اللي في الخلفيه بيشتغل على الادوات او التولز اللي بيستخدمها الفرونت اند عشان يبين السيستم. الاثنين بيكملوا بعض. في سيستمز ممكن ما تبقاش ريتش قوي ناحيه الفرونت اند، بالعكس بتبقى معظمها باك اند. وفي سيستمز تانية بيبقى ريتش قوي ناحيه الفرونت اند، معظم الكومبلكسيتيز اللي في السيستم ده في الفرونت اند، ولكن الباك اند بيبقى بسيط. من الاخر الباك اند هو كل حاجه مش باينه قدام اليوزر، ولكنها تفاصيل كتير ومنتج كبير قوي موجود ورا الفرونت اند. اللي مهتم بالتفاصيل واللي بيحب اللوجيك، يحب ان هو يحل مشاكل من النوع ده، هيلاقي نفسه في الباك اند. ثالث تخصص ولا يقل اهميه عن الاثنين هو الكلاود انجينير او الديف اوبس. وده مش بيبقى مهتم قوي باللوجيك او بالبيزنس اللي بيتعمل منه الابليكيشن، ولكن بيبقى كل اهتماماته في ازاي الابليكيشن ده يشتغل
من الانفراستراكشر سايد، من الكلاود. هو هيبقى فين، ازاي يفضل شغال، ازاي لو وقع يقدر يقومه تاني، ازاي يبني الادوات اللي هتضمن السكيورتي بتاعت الابلكيشن، تضمن الريلايبيليتي، تضمن الافيلابيلتي، سكيلابيلتي. كل دي كونسبتس مهمه قوي بيتعاون فيها الباك اند والفرونت اند والكلاود انجينير، ولكن اللي بينفذ ده واللي بيحط التصميم بتاعه هو الكلاود انجينير. واحيانا بنسميه ديف اوبس، لان هو الديف اوبس انجينير بيبقى مرتبط بتشغيل الديفلوبرز بالانفايرمنت اللي بيشتغل عليها الديفلوبرز وبالانفايرمنت اللي بيتحط عليها السيستم في الاخر. التخصص الثالث ده تخصص مش بسيط، ويمكن فيه تخصصات كتير جواه اكتر من كونه بس بيتقال عليه كلاود انجينير، ولكنه مهم ومش دايما بيكون مناسب للناس اللي لسه بتبتدي. ممكن بعد ما تاخد شوية خبرة في ازاي السيستم بتشتغل وازاي الهوستنج بيحصل على الكلاود، ممكن تكون محتاج تذاكر اكتر من فكرة البرمجة، بس محتاج تذاكر ادوات زي الاي دبليو اس او الايجور او الجي سي بي. ولكن هو تخصص كبير جدا وليه فرص متاحة كتير جدا. انا شخصيا جزء كبير من شغلي بيكون في الكلاود انجينيرنج او في الديف اوبس، بجانب طبعا البرمجه. لو انت مهتم بالتفصيله دي او الناحيه دي من السيستمز، واحيانا طبعا الكلاود انجينير ده بيكون ليه مكانه خاصه في التيم، فانصحك بالتخصص ده. في تخصص رابع هتكلم عنه النهارده وهو الموبايل ديفلوبمنت، وده اللي بيبقى مسؤول عن بناء موبايل ابلكيشنز نيتف، يعني باستخدام ادوات للاي او اس وللاندرويد. ده احيانا الناس بتخلط ما بينه وما بين الفرونت اند انجينير. انا لسه شخصيا شايفه فرونت اند انجينير، ولكن مجموعه الادوات اللي بيستخدمها الفرونت اند انجينير اللي بيبني ويب سايتس، اللي هي زي الرياكت والانجلر والجافا سكريبت وكل الناحيه دي من الادوات، مختلفة شوية عن الأدوات اللي بيستخدمها الموبايل ديفلوبر. لو أنت برضو من اهتماماتك الشخصية إنك أنت تبني حاجة شكلها كويس، تكون مهتم بالشكل وتكون مهتم بإن الحاجة بتاعتك تبان أو للإند يوزر، خصوصا إن ناس كتير أوي دلوقتي ما بقتش تستخدم الكمبيوتر، بقت تستخدم الموبايل أكتر. فهنا هتلاقي نفسك في إنك أنت بتبني أبليكيشنز بتستخدم على الموبايلز على طول، وتقدر زي تشو كيس او انك انت تقدر تشوف المنتج بتاعك على طول. وبرضه هتلاقي تفاصيل كتير قوي من شغلك مرتبطه بازاي تبين الشكل ده، ازاي الفونت بتاعك، ازاي اللون، ازاي تفاصيل كتير مرتبطه بالشكل بتضيع فيها وقتك ويومك بيبقى رايح عليها. فلو دي شخصيتك طبعا يبقى فرونت اند موبايل، الاثنين قريبين من بعض بس الادوات اللي بتستخدمها مختلفه. رابع تخصص، وده طبعا هو الترند دلوقتي وناس كتير عايزه تشتغل فيه وناس كتير عايزه تتعلمه، الداتا، او تحت مظله الداتا دي الاي اي. لو انت مهتم بالتعامل مع البيانات وده هيبقى مناسب لشخصيتك. تاني نرجع نقول لو احنا بنتكلم على اختيار التخصص بناء على الشخصيه، لو انت مهتم بالتعامل مع البيانات وتقدر تقضي وقت كتير قوي باستخدام معادلات رياضيه واحصائيه وادوات كتير. طبعا المساله دلوقتي اختلفت وبقى في ادوات كتير بتساعدك، ولكن في النهايه برضو هيبقى اهتمامك كتير بانك انت تستخدم البيانات ازاي. والاي اي، ادوات الاي اي طبعا حاجات ادفانسد جدا وبتاخد وقت كتير جدا. ولا انصح حد يكون لسه بيبدا في البرمجه ان هو يقول لك روح اتعلم داتا واي اي. لا طبعا ده ما تجيش في الاول ابدا. لازم تكون عندك شويه خبره في السيستمز بتشتغل ازاي والداتا دي اصلا بتيجي منين وتتبني ازاي. ولكنه هو تخصص محترم جدا وناس كتير بتنجح فيه وناس كتير بتشتغل فيه، وفرصه طبعا دلوقتي في الماركت بقت كتيره جدا. ولو ده حاجه مناسبه ليك وانت مشيت شويه في البرمجه وعندك خبره مش قليله على السيستمز والداتا بتشتغل ازاي، يبقى تخصص الداتا والاي اي انجينيرنج او الداتا ساينتست او مسميات كتير. بقى هنا هتلاقي مسميات كتير. انا شخصيا ما اشتغلتش في الفيلد ده كتير، ولكن طبعا عندي معرفه بيه وشفت واتعاملت مع سيستمز وبنيت سيستم جزء منها ريتش في الحته دي وجزء منها بيتعامل مع الداتا. انصح الناس اللي مهتمه بالتخصص ده انها تذاكر كويس قوي وتفهم ان في بيزكس كتير من الرياضيات والاحصاء والساينس اللي مبني عليه الادوات دي محتاج تتعلمها عشان تبقى شاطر في الحته دي. ده اخر تخصص هغطيه النهارده، ودي اخر نقطه هتكلم عليها من اختيار التخصص بس بناء على شخصيتك. تفضيلاتك الشخصيه مش لازم تكون هي اللي بتحكمك دايما في حياتك المهنيه. امال نعمل ايه؟ في حاجات تانية ممكن تحكمك في حياتك المهنيه غير تفضيلاتك الشخصيه. وفي الحقيقه ان ده اغلب اللي بيحصل مع الناس. انت في الغالب هتبتدي تشتغل وهتلاقي نفسك
محطوط في الفيلد اللي بيجي لك فيه المشاريع او اللي شركتك بتحطك فيه. هل انت هتقدر تغير ده؟ طبعا تقدر تغير ده لو حبيت او لو لقيت الفرصه، ولكن في الغالب او بنسبه كبيره بتلاقي نفسك في المشاريع اللي بتجيلك وبتكمل في الفيلد ده. طيب لو مش هختار بناء على التفضيلات الشخصيه، اختار بناء على ايه؟ على سبيل المثال اختار بناء على السوق. خش على لينكد ان او على اي ويب سايت بيعرض وظائف او طالب وظائف، وشوف ايه الوظائف المتاحه، ايه اكتر الوظائف المتاحه. هتلاقي مثلا في بلدك او في المكان اللي انت مهتم بيه اكتر وظائف متاحه عايزين باك اند انجينير، يبقى هتروح تذاكر او تشوف ايه اللي انت محتاجه عشان تبقى باك اند انجينير، وتعمل سي في محترمه وتعمل ابلكيشنز وتقدم وهكذا. يعني اقصد ان ممكن يبقى اختيارك الشخصيه او تفضيلاتك الشخصيه مش هي النهايه في اختيار التخصص، ولكن بناء على طلبات السوق. في اوبشن كمان انك تجرب تعمل ده وده، تقضي وقت هنا في مذاكره ده وصناعه الادوات، او انك تبني ابلكيشنز ده وتبني ابلكيشنز ده، وتشوف انت هتلاقي نفسك فين. لانك انت ممكن ما تبقاش فاهم انت داخل على ايه، او مش فاهم الفرونت اند ده ايه والباك اند ايه وهشوف ايه وانا شغال وهتعامل مع ايه. جرب، مش هتخسر حاجه. جرب تذاكر هنا وتذاكر هنا، وتدي لكل واحد منهم وقت، وتشوف هتلاقي نفسك فين وايه الحاجه اللي هتنتج فيها اكتر. بالمناسبه مش بس الشخصيه او مش بس تفضيلاتك انت، ولكن ايه اللي هتقدر تأدي فيه، او ايه اللي هتلاقي منتج طالع منك كويس في التخصص ده. ودي حاجة مهمة جدا. يبقى التجربة وتعاملك مع التكنولوجيز والأدوات في كل تخصص منهم برضو يمكن يبقى وسيلة كويسة في الاختيار. في النهاية حابب أقول ما تضيعش وقت كتير قوي في إنك أنت تختار التخصص الصح، ولكن اختار أنسب حاجة ليك، وإنت مع الوقت هتشوف إذا كان ده صح ولا غلط. سيب نفسك شوية للمشاريع اللي بتجيلك، للحاجات اللي بتيجي قدامك وتقراها وتتعلم منها. وفي النهاية التخصص في الغالب هو اللي هيختارك، مش انت اللي هتختاره. بمعنى انك انت هتلاقي مشاريع بتيجي قدامك، هتلاقي نفسك اصلا شاطر في حاجة الناس شايفاك شاطر فيها، وهتلاقي تخصصك زي ما تقول كده ايه سايقك من غير ما انت بتكون عندك اختيار كبير قوي في ده. طبعا لسه عندك اختيار، ولكن التجربة والاوتكم بتاعك وانتاجيتك في كل واحده فيهم هي هتكون الفيصل. شكرا ان انت سمعتني لاخر الفيديو، وما تنساش تشترك في القناه علشان تتابع كل فيديوهاتي. سلام عليكم.